يا صباح الخيرات. عندك مشكلة زي حالاتي في التعامل مع أولادك، خاصة الفئة العمرية التينيجرز أو اللي بيطلق عليهم الجين زي، اللي هم من 12 سنة لغاية 18 سنة مثلا. أنا بقالي فترة طويلة بحاول أتواصل معاهم، بحاول ألاقي أرض مشتركة أو لغة مشتركة نقدر نتكلم بيها أنا وأولادي وبناتي. آه، لغاية لما شفت اليومين اللي فاتوا مسلسل كتل. المسلسل كتل بحثا واتكلموا عليه كتير قوي، لكن أنا خرجت منه بفكرة يمكن تكون مناسبة أو احتمال تكون مناسبة للتواصل مع آه، أولادي وبناتي اللي هم أنا عندي 4 أولاد، عندي ولدين وبنتين. قلت أعمل له يعني في المسلسل كانت بطلة المسلسل النجمة ريهام عبد الغفور عاملة دور رائع جدا. هي من المفروض إنها من المؤثرين على السوشيال ميديا وليها متابعين وحاجات زي كده، يشاء الله إنها تتوفى بمرض السرطان، فتبقى فيديوهاتها اللي هي عاملاها للناس، للمتابعين، تبقى هي الكتالوج اللي بيمشي عليه جوزها وأولادها فيما بعدها. فقلت والله ليه لأ؟ طب ما الفكرة دي حلوة قوي. حلو إن أنا أعمل للناس أو لأولادي بمعنى أدق، أسيب لهم كتالوج، أسيب لهم آه اللي أنا مش عارف أوصله لهم، اللي هم مش قادرين يفهموه النهاردة، لكن هيجي وقت ويحتاجوه. هل أنا هبقى موجود في الوقت ده؟ محدش يعرف، الله أعلم. طب أسيبه لهم إزاي؟ ده سؤال أنا سألته لنفسي، وقلت طيب ما تيجوا نعمل زي ريهام عبد الغفور ما عملت. تعالى أعمل كتالوج لأولادي وأصحاب أولادي والناس القريبين مني بشكل أساسي، وانشره على الناس كلها. والله اللي هعجبه اتس اوكي، اللي يستفيد منه أنا هاخد ثوابه، اللي مش هيستفيد ممكن ببساطة جدا سكيب أو يسكرول ال ال السوشيال ميديا وات ايفر المنصة هي ايه يعني اللي هو عليها. فليه لا، ما تيجي نبدأ. ففعلا خدت القرار اننا نبدأ فيديوهات غرضها الاساسي اني بوصل رسائل لاولادي، واللي حابب يعني يستفيد بالفيديوهات او يستفيد بالتجارب يا حبذا. يلا نبدأ. ده اول فيديو، وان شاء الله ان شاء الله هيبقى في فيديوهات كتيرة جدا. يا رب يا رب تكون نافعة لأولادي ونافعة للمجتمع. السلام عليكم.